حلمت احلام غريبة ومتداخلة، وصحيت لقيت جسمي كله مية ومش فاكر اي حاجة برضه. دخلت اخد دش ورحت على الارض. وصلت للأوضة واتصدمت لما لقيت النعجة والخروف مش موجودين. الأوضة فاضية تماما، ما فيهاش فراخ ولا كتاكيت ولا حتى بيضة واحدة. جريت على البيت وانا بنادي على ابويا. خير يا ماجد؟ بشرني يا ابني. مش خير يابا، راحوا يابا. هما مين اللي راحوا يا؟ النعجة والخروف والكتاكيت. رحت الارض لقيتهم كلهم اختفوا. اتسرقوا؟ معرفش يابا، انا كنت قافل على الكتاكيت ولما فتحت كان القفل سليم. ما يمكن اللي سرق طفش القفل ورجع قفله تاني. مش هينفع نسيب الارض كده سداح مداح، لازم نأمنها كويس. انا قلبي مش مطمن يابا، الموضوع غريب ومش طبيعي. واد يا ماجد، شيل الهبل اللي في دماغك ده. انت تروح تشتري كتاكيت وخروف ونعجة بدل اللي اتسرقوا، وخد فرشتك علشان من هنا ورايح هتبات في الارض. لا مش هبات مع العفاريت يابا، عايزنا نتلبس يابا. تتلبس ايه يا هبل؟ مع عفريت الا بني ادم. امال يعني نسيب الارض كده ولا نروح نأجر غفير من بره ويعرف سرنا ويعرف البلد كلها؟ على فكره اللي ورا الموضوع ده الواد علاء صفاره بتاع البيض. طب اراهنك لو رحت له البيت هتلاقي النعجه والخروف. لا يابا ما تهربش من الحقيقة، الارض معفرطة والبلد كلها عارفة انها معفرطة، وانت بنفسك شفت الكتكوت بيبقى فرخة في يوم. لو ما كانش ده شغل عفاريت تسميه ايه؟ ده غير الست ام فستان اسود اللي شفتها مرتين. انا مش عايز اقول لك ان من ساعة ما اشتريت الارض دي وانا بشوف كوابيس. عايزني اروح انام في حضن العفاريت يابا؟ قومني يا خيبه، هروح انا يا اخويا اشتري الكتاكيت وابات جنبهم في الارض يا جبان. يابا انت كفيف يابا، هتحرس الارض ازاي بس؟ هتصرف يا اخي، انا اعمل بصر بس قلب حديد مش زيك خرع. ما انت قلبك حديد علشان مش شايف حاجة. بقول لك بشوف واحدة لابسة فستان اسود. وانا بقول لك الكتاكيت والنعجه اتسرقوا ومفيش عفاريت ولا حاجه، ولو في عفاريت فدول يبقوا عفاريت ولاد حلال. روح هات الحمار. وانا يعني هسيبك تروح لوحدك؟ هروح معاك يابا. واحنا في الطريق شفت الواد علاء صفارة بيتلفت يمين وشمال وخارج من الغيطان ومجرجر وراه النعجة والخروف. سبت ابويا والحمارة وجريت وراه وقفشت بزمارة رقبته. اه يا حرامي يا ابن الكلب، فين الكتاكيت ياد؟ اقسم بالله ما سرقت حاجه، انا لقيتهم سارحين في الغيط. وخدت النعجة والخروف ورجعت لابويا واللي قال لي مش قلت لك علاء صفاره اللي سرقه ده عيل سوابق، ابوه كان حرامي غسيل. يلا يا اخويا رجعني البيت وخد النعجه والخروف وروح بات في الارض، ومن هنا ورايح ما تسيبهاش، ولو سمعت كلمه عفاريت تاني هنطشك على وشك. وطلعت على الارض بالنعجة والخروف. حطيت النعجة والخروف في الاوضة، فرشت قدام الاوضة وقعدت. طلعت موبايلي وفتحت الفيسبوك، قلبت في الاخبار والجروبات لحد ما ظهرت قدامي صورة غريبة، صورة ست